داخلين بقى على اجازة راس السنة وفي مسلسلات كتير هيتم ايقافها وعايزين مسلسلات سريعة كده تقدروا ان انتوا تشوفوها في فترة الاجازة دي. يبقى الفيديو ده ليكوا، هقولكوا على 10 مسلسلات تركية كوميدية هتغير كمان المود بتاعكوا وتقدروا ان انتوا تشوفوها في جلسة واحدة، فتابعوا معايا الفيديو للاخر. اول مسلسل هو مسلسل الغرفة المزدوجة او فندق الاحلام زي ما اتعرف في الدبلجة، والمسلسل ده مكون من تاني مسلسل هو مسلسل سعادة العائلة أو السعادة العائلية. المسلسل ده مكون من 13 حلقة. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن شخصية اسمها سعادة. سعادة دي هي شخصية كبيرة في السن ومتحكمة ومتسلطة، وما كانش في حد عايش معاها في القصر بتاعها غير بنت اسمها جونول. بس بعد كده بتبدأ بقى الورث بتاعها ده هيروح للجيل الثالث من عيلتها، فبيبدأ يجي 3 عائلات مختلفين ما يعرفوش عن بعض حاجة، وهيبدأوا ان هم يعيشوا في نفس القصر ده مع بعض، وبيحصل طبعا خلافات ما بينهم. بالاضافه كمان ان كل عيله من العائلات دي بيكون عندها مشكله، زي واحد مثلا عليه ديون من القمار، التاني خلاص قرب الشركه بتاعته تعلن افلاسها، والتالت اتسرق، وكلهم بقى بيبداوا ان هم يعيشوا تحت سقف واحد وبيحصل ما بينهم خلافات كتير. بالاضافه كمان ان بيظهر شخص بيكون عايز يستولى على القصر ده، فبيبداوا ان هم يواجهوه. المسلسل ده برضو حلو جدا وقصير. تالت مسلسل هو مسلسل دون أن تشعر أو مسلسل عميل الحب. المسلسل ده مكون من 9 حلقات، وقصة المسلسل هنا كانت لذيذة جدا. كان بيتكلم عن شخصية اسمها أونور ده كان عميل سري شغال تبع الشرطة يعني، وبعد كده بيبدأ بقى ان هو يروح يتعرف على شخصية اسمها هلال، علشان بس خاطر عايز يوصل لاخوها جيفان اللي هو كان شغال مع منظمة إجرامية وصاحب أكبر شركة مجوهرات في اسطنبول، فعايز بقى يقدر ان هو يوصل له، فبيتعرف يعني على أخته عشان يقدر ان هو يقابله ويعرف التفاصيل عنه ويقدر ان هو يكشفه. لكن اثناء رحلته دي بقى بيتقابل ببنت تانية اسمها إيجا، بتكون حرامية كده وبتسرق كمان قلبه وبتغير كل الاحداث اللي في القصة. المسلسل ده من اكتر المسلسلات اللي انا زعلت ان هو تم ايقافه عند الحلقة 9، ولكن هتستمتعوا جدا بال9 حلقات بتوعه. رابع مسلسل هو مسلسل أغنية صيف، والمسلسل ده مكون من 8 حلقات. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن صديقين اللي هم مراد وكمال. الاتنين دول عملوا شركة مع بعض، هي شركة موسيقية لأن هم كانوا مهتمين بالموسيقى. بعد كده بتظهر في حياتهم بنت اسمها ياز دي كانت جاية لإسطنبول علشان خاطر تحقق حلم والدها الراحل، وبتبدأ ان هي تشتغل في الشركة بتاعة مراد وكمال ده. لكن الأزمة هنا بقى ان الصديقين الاتنين بيقعوا في حبها، فبتبدأ ان تحصل مشاكل ما بينهم وكل الأحداث بتبدأ ان هي تتغير. خامس مسلسل هو مسلسل أسقف زجاجية، والمسلسل ده مكون من 8 حلقات. بيتكلم عن بنت اسمها ليلى. البنت دي هي مجتهدة وطموحة جدا، وبدأت ان هي تفتح المطعم الخاص بيها، ومش بس كده، بعد كده كمان بقى عندها سلسلة مطاعم. وبعد كده بتواجه صعوبات كتير جدا وفي منافسين كتير جدا بيبقوا قدامها، وهي بقى بتواجه الصعوبات دي بتلاقي ان للأسف أحد المنافسين دول هو حبيبها السابق، فبتقع بقى بينهم مشاكل كتير جدا، وقصة الحب ممكن تتجدد مرة تانية. سادس مسلسل هو مسلسل أجمل منك، والمسلسل ده مكون من 14 حلقة. بيتكلم عن بنت اسمها إفسون، وإفسون دي هي طبيبة جلدية وعايشة مع والدها في قرية بعد ما والدتها تركتها وراحت لإسطنبول علشان تنشئ بقى مركز التجميل بتاعها، وفعلا أصبحت صاحبة أكبر مركز تجميل في إسطنبول. بعد كده بتبدأ إن هي تمرض، وبتطلب من إفسون دي إن هي تيجي لإسطنبول علشان تدير المركز مكانها. وبالفعل إفسون بتروح لإسطنبول، لكن هناك بقى بتتقابل بابن صاحبة المركز التانية اللي هي شريكة مامتها، وبيكون شخص مغرور ومفكر ان هي جاية تستولى على المركز يعني، فبيبدأ يحصل ما بينهم شوية مشاكل، لكن بعد كده المشاكل دي بتتحول لقصة حب حلوة جدا. لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس، وكمان تعملوا كومنت بالحاجة اللي انتوا حابين نتكلم عنها المرة الجاية. سابع مسلسل هو مسلسل في السر والخفاء، والمسلسل ده مكون من 8 حلقات، وحرفيا مفيش اي حلقة من 8 حلقات دول هتحسوا بملل فيهم. المسلسل ده بيتكلم عن شخصية اسمها ناز. دي كانت لسه متخرجة من كلية الشرطة
جديد يعني. وبعد كده بيطلب منها مأمورية ان هي تشترك مع شرطي اسمه بمير علشان خاطر يقبضوا على شخص اسمه طارق بيكون زعيم مافيا. فبيضطروا بقى ان الاتنين يمثلوا ان هم متجوزين وبيروحوا يسكنوا بجانب طارق ده علشان يقدروا ان هم يجمعوا عنه معلومات ويقبضوا عليه. وبعد كده العائلات بتعرف ان هم متجوزين وبيحصل مشاكل ومواقف كوميدية كتير جدا ما بين اطراف العيلة وما بينهم كمان. مسلسل انصحكم لو ما شفتوهوش تروحوا تشوفوه دلوقتي حالا. تامن مسلسل هو مسلسل العاشق يفعل المستحيل، والمسلسل ده مكون من 11 حلقة. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن شاب اسمه أوزان. هو شاب من عيلة ثرية ومدلل، بيعمل خطأ فوالده بيقرر ان هو يعاقبه وبينفيه بقى من اسطنبول وبيروح لمكان بعيد زي قرية كده. وهناك بقى بيتقابل بشخصية اسمها نازلي، وهي بتكون بنت كده مرحة وطيبة. بعد كده نازلي دي بتبدأ ان هي تحس ان هي معجبة بأوزان ده، لكن هو مش بيكون مديها اهتمام. لكن بيحصل بقى عنهم شائعات كتير في القرية دي، وبيضطروا ان هم والده ان هو يجبروا ان هم يتجوزوا. واثناء الفرح بتاعهم بقى بيهرب من الفرح، فبتبقى نازلي عايزة ان هي تنتقم منه بعد ما كانت بتحبه جدا. برضو قصة المسلسل دي لذيذة جدا. تاسع مسلسل هو مسلسل المراهنة على الشبح، والمسلسل ده مكون من 3 حلقات صغيرين لأنه هو لصالح منصة نتفليكس. قصة المسلسل هنا حلوة جدا، بتتكلم عن شخص اسمه عيسى، هو كاتب مراهنات وبيتوقع بقى بيها ووارث الموهبة دي عن والده. لكن بعد كده توقعاته دي بتبدأ ان هي تفشل وبيبدأ ان هو يخسر وظيفته. بعد كده بيظهر له شخص اسمه رفيق وبيكون قادر ان هو يحل مشكلته دي. لكن في مشكلة صغيرة، ان رفيق ده مش إنسان، هو شخص متوفي يعني شبح. وبيطلب بقى منه مقابل إن هو يديله فلوس إن هو يعثر على الشخص اللي قتله، لأن هم قالوا إن هو انتحر لكن هو ما كانش انتحر وفي شخص قام بقتله. فهيساعده بقى علشان يوصل لمين الشخص ده والعدالة تاخد مجراها. برضو قصة المسلسل هنا من القصص اللذيذة، وكمان الأحداث بتاعتها سريعة جدا. عاشر مسلسل هو مسلسل السيد الخطأ، والمسلسل ده مكون من 14 حلقة. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن شخصية اسمها إزجي، وإزجي دي مرت بتجارب كتير جدا فاشلة ونفسها بقى إن هي تدخل في علاقة توصل بيها لمرحلة الزواج والاستقرار. على الناحية التانية بقى بيكون في شخص اسمه أسجر، وأسجر ده هو شاب مدلل وكمان عنده مطعم ومقضيها كل يوم مع واحدة يعني. الاتنين دول بقى بيتقابلوا مع بعض وبعد كده بيعقدوا اتفاق ان أسجر ده يبدأ ان هو يخليها يعني تقدر ان تجذب الشخص اللي يعجب بيها وتكون علاقة حقيقية يعني. في المقابل ان هي هتعمل ان هي حبيبته قدام مامته اللي كانت عايزة تجوزه بأي طريقة من الطرق. لكن أثناء تمثيلهم ده التمثيل بيتحول لحقيقة وبينشأ ما بينهم قصة حب حلوة جدا. كده أنا قلت كل المسلسلات الكوميدية القصيرة اللي انتوا تقدروا ان انتوا تشوفوها في جلسة واحدة. لو عايزين بقى تعرفوا المسلسلات اللي أطول شوية وبتحبوا النمط ده من المسلسلات، هحط لكم لينك بلاي ليست هنا في 4 فيديوهات تقدروا ان انتوا تتفرجوا عليهم. ولو عايزين تعرفوا ايه هي أفضل المسلسلات اللي بتتعرض حاليا روحوا برضو للبلاي ليست دي. ولو وصلتوا لحد هنا فشكرا جدا لكم. سلام.